اليومين اللي فاتوا ناس كتير شككت، قالت لك ان زيزو ما خدش موافقه من الوزير ان هو يروح يلعب في امريكا مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. بصوا يا جماعه، النادي الاهلي حصل على موافقه من الوزير من النادي الاهلي كله، الفرقه كلها تلعب في كاس العالم للانديه. في ناس انضمت للفريق، الناس اللي انضمت دي بيطلع لها حاجه اسمها ايه؟ ملحق للقرار. يعني ايه ملحق للقرار؟ يعني وزير الشباب والرياضه مثلا ادى موافقه بالنادي الاهلي يلعب في كاس العالم للانديه. طيب في لعيبه النادي الاهلي جابها زي بيكهام، زي زيزو، زي مثلا ريبيرو اللي هو المدير الفني الجديد. الناس دولت ما كانوش انضموا للنادي الاهلي اثناء حصول النادي الاهلي على موافقه من الوزير. فبيعمل ايه بقى؟ بيعمل حاجه اسمها ايه؟ عايزين ملحق للقرار الموافقه من الوزير. طبعا دي الف ب اداره، والنادي الاهلي عارف الكلام ده، والنادي الاهلي عمل الكلام ده. مش هيستنى مثلا ما ناس يطلعوا يقولوا ده زيزو موقفه غير قانوني، ده زيزو معهوش موافقه من الوزير اللي هو يلعب في كاس العالم للانديه. ازاي يا جماعه؟ يعني النادي الاهلي مثلا الفيفا الاتحاد الدولي كره القدم فتح له قيد استثنائي ان هو يضم لعيبه، خدوا بالكم من الكلام، يضم لعيبه اثناء يعني اجازه اتحاد الكوره. كلنا عارفين ان زيزو انضم يوم الجمعه او يوم العيد، وكان اتحاد الكوره المفروض دي عطله رسميه، ولكن شروط الفيفا اللي هو الاتحاد الدولي على الاتحاد المصري ان هو يفتح باب القيد للنادي الاهلي. ليه اسمه قيد استثنائي؟ خد بالك، يعني الاتحاد الدولي عامل النادي الاهلي قيد استثنائي ان هو يضيف اي لاعب جديد عايز يضمه لقائمه النادي الاهلي. فهنا الناس تيجي تقول لك ده زيزو مش واخد موافقه، ده بيكهام مش واخد موافقه. يا جماعه في حاجه اسمها ملحق للقرار الاداري، ملحق للقرار الوزير. ايه الملحق للقرار؟ يعني الوزير مثلا في الاول خالص قبل ما زيزو ينضم او بيكهام كان النادي الاهلي واخد موافقه من الوزير اللي هو النادي الاهلي يلعب في كاس العالم للانديه. وخلي بالكم اجراءات الموافقه من الوزير، يعني ده اجراء، يعني مثلا ما يقدرش الوزير يقول له لا طالما النادي الاهلي اجراءاته قانونيه، لان لو الوزير قال له لا، هنا الاتحاد الدولي لكره القدم هيوجه خطاب للوزير. ليه رفضت النادي الاهلي ينضم؟ ليه رفضت ان هو يضيف لعيب معين؟ ليه رفضت ان هو يضيف بيكهام؟ ليه رفضت ان هو يضيف زيزو؟ لو الاسباب غير قانونيه النشاط الرياضي في مصر يتوقف. خدوا بالكم، فهنا النادي الاهلي ماشي في الاجراءات القانونيه صح. وزير الشباب والرياضه طلع القرار للنادي الاهلي اللي هو يلعب في كاس العالم للانديه، واي لعيب النادي الاهلي ضافه خلال الفتره اللي كان فيها القيد الاستثنائي من حق النادي الاهلي يضيفه، ومن حق النادي الاهلي اللي هو يطلع حاجه اسمها ملحق للقرار الوزاري، ملحق للقرار الموافقه اللي طلع من الوزير. فطبعا اجراءات النادي الاهلي كلها قانونيه سليمه، وبيكهام اجراءاته سليمه، وزيزو اجراءاته سليمه، وطبعا ريبيرو المدير الفني برضو اللي تم